حسني مبارك لما اتكلمت عنه ناس قالوا لي انا مش برد على الناس، انا بس عايز اوضح فكره. الناس بتتفرج على الفيديوهات دي تحطها في اعتبارها الفكره دي. ايه هي الفكره؟ اني انا قلت كذا مره في الفيديوهات اللي اتكلمت فيها عن حسني مبارك انه عبد عند رب العالمين، بيغلط وبيعمل حاجات صح وبيعمل حاجات وحشه وبيعمل حاجات كويسه. ف عايز اوضح حاجه. الناس اللي بتكره حسني مبارك والناس اللي بتحب حسني مبارك مصريين، لكن تكره حسني مبارك وتشتمه فانت مصري قليل الادب. تكره حسني مبارك وتحترم وجهة نظر اللي بيحب حسني مبارك، حتى لو حبه لحسني مبارك مش على هواك، خلاص انت محترم، جميل جدا، اتفقنا. انا بحترم كرهك ليه لان بمزاجك تكرهه او لا، هتحترم حبي ليه لان بمزاجي احبه ولا لا. مش عايزين، احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ في الديمقراطيه. مش دي ديمقراطيه ولا ايه؟ دي ديمقراطيه، حريه. هي دي الحريه، انك تكرهه وتقول بتكرهه ليه، انك تحبه وتقول بتحبه ليه. والله انت حر تكرهه، والله انا حر احبه. لكن لما نيجي نتكلم بشكل تاني بقى، هتقول لي انا فلول، صح؟ ما هو سهل قوي اقول لك انت صاحب اجنده. ايه رايك؟ اللي بيكره حسني مبارك ومحترم ما بيقولش على اللي بيحبه انه فلول، ما بيقولش انه فلول. اللي بيحب حسني مبارك ومحترم ما بيقولش على اللي بيكرهه انه اجنده. يعني انت لو بتتكلم معايا اللي بتكره حسني مبارك مش هقول لك انك اجنده، لا، اكرهه زي ما انت عايز يا عم، انا مالي، تكرهه يا عم. لكن اللي انا عايز اقوله هنا ايه هو؟ انا شفت الفلول، قابلت الفلول في الحقيقه اللي انتوا بتقولوا عليهم انهم فلول. اسف يا ريس وابناء مبارك، اتكلمت مع الناس دي، شفت فيهم ناس فقيره وناس اغنياء، شفت فيهم ناس بتفهم وناس مش بتفهم، شفت فيهم ناس مثقفين وناس ثقافتها على قدها، شفت فيهم. لكن اتاكدت من حاجه واحده، انهم كلهم بيمتلكوا شيء مهم جدا، الطيبه الحقيقيه اللي هي ايه؟ الطيبه الحقيقيه مش عبط. اللي هشام الجح بيتريق عليها بالظبط. يعني انا شفت فيديو هشام الكوخ بيقول فيه، وبيتخانق من الناس اللي بيصعب عليها الموقف. انا مش يعني هشام الكوخ وهو بيقول، هما بيقولوا انا اسف على ايه؟ انت مالك؟ انت مالك؟ ده اقل حاجه انتوا بتحشروا نفسكم. هو انتوا ليه متضايقين ان في حد احسن منكم؟ ليه متضايقين ان في حد محترم بيقول له ما تزعلش؟ يا جماعه اقسم بالله العظيم انا مش مشترك في صفحه انا اسف يا ريس، اقسم بالله العظيم انا مش مشترك في الصفحه دي، بس بحترم صحاب الصفحه دي. انا بحب حسني مبارك بفلسفتي الخاصه. انا في فلسفتي ما ينفعش اقول له انا اسف يا ريس، انا بحبك يا ريس، انا مش اسف يا ريس، انا بحبك يا ريس. والله اللي شتمه لو حس ان هو غلطان انه شتمه وطلع اعتذر له وقال له ما تزعلش انا اسف يا ريس، اللي شتم حسني مبارك وعايز يقول له انا اسف يا ريس، والله هو راجل محترم يعني. وفي ناس محترمه اكتر، يعني اكتر من كده بكتير، لدرجه انها بتتاسف على افعال مش هي اللي عملتها، يعني بتتاسف بالنيابه عن من كتر احترامها ومن كتر طيبتها من فطرتها هو ده اللي المفروض يفهمه اي حد، حتى المعارضين لمبارك هم فاهمين كده. المعارضين لمبارك المحترمين عارفين ان الناس بتوع انا اسف يا ريس بيتاسفوا على غلط هم ما عملوهوش، بيتاسفوا على اهانه الريس اللي هم بيحبوه في شخص الريس، هم يعني زعلانين عن ان شخص الريس اتهان. انا فلسفتي غير كده، انا مش زعلان لاني عارف ان الريس ما تزلش. انا يا جماعه في رايي ان حسني مبارك ما تزلش، انا مش شايفه اتذل، انا شايف ناس شتمته، يبقى ده مش ذل، دي قله ادب من الناس اللي بتشتم. ايه هو الذل؟ الذل انك تروح تطلب حاجه من حد بشكل فيه اهانه لكرامتك كبني ادم. هو حسني مبارك راح للشعب وقال له سامحني يا شعب؟ انا مش شايف ان حسني مبارك ذل نفسه للشعب، لا، انا مش شايف ان حسني مبارك قبل ان الشعب يهينه، لا،
حسني مبارك اتصدم بان الشعب قليل الادب. يعني انا لو مكانه انا اقول انا ممكن اتخيل احساس حسني مبارك دلوقتي، انه مش مصدق ان الشعب سافل بالشكل ده. مش كل الشعب طبعا، لا اللي بيشتموه يعني. يعني انا لو انا مكان حسني مبارك وبيحصل لي دوت، اللي هيزعلني ان انا ما كنتش متوقع ان النسبه دي من الشعب المصري تكون سافله وقليله الادب ولسانها طويل. حسني مبارك ما تذلش للمصريين. ناس كتير قوي بيقولوا ايه ده لو ربنا بيحب حسني مبارك ما كانش عيشه للحظه دي. ليه؟ لان لو ربنا بيحبه ما كانش خلاه يشوف الاهانه دي. ليه؟ 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 لان دي من علامات كره ربنا ليه. ليه؟ لانه ظالم وهيخش النار. مين اللي هيخش النار؟ حسني مبارك. مين اللي هيدخله؟ رب العالمين. مين اللي بيقول كده؟ الفئة اللي بتكرهه من الشعب المصري. حاضر. الفئة اللي بتكره حسني مبارك من الشعب المصري حكمت عليه انه هيخش جهنم. الفئة اللي بتكره حسني مبارك السافلة، عشان نحدد، لان في ناس بيكرهوا حسني مبارك محترمين ولا بيشتموه ولا بيدعوا عليه بجهنم ولا بيتمنوا له المرض او الموتة البشعة. انا ببغضه لان انا بختلف مع سياسته، فانا من حقي اني ابغضه لاني بختلف مع سياسته من منطلق وجهة نظري الشخصية. جميل، على عيني وعلى راسي. حلو. لكن في فئة، في نوع بيكره حسني مبارك وبيسب له الدين وبيشتمه وبيدعي عليه بجهنم. هو انت فاكر كده ان انت بتذل حسني مبارك؟ ده انت بتوضح انك جربوع. انت بشتمتك لحسني مبارك وبانك تدعي عليه بانه يخش جهنم وانك بتتمنى له السيء وهو عايش، انت بتوضح انك سافل. انت بتوضح انك كده. موضوع سهل وبسيط. عايز تكرهه وتبقى محترم، ده شيء مقبول. ده شيء مقبول. اصل الحب زي ما قلت لكم والكره غريزه وميول. الحب والكره دوت عباره عن غريزه وميول شخصيه. جميل جميل. فاقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، انا عمري ما قلت كلمه علشان حد قال لي قول كده مقابل جنيه هاخده. اقسم بالله. يا رب بحق اسمك الاعظم، يا رب بحق اسمك الاعظم، يا رب بحق اسمك الاعظم، اذا انا خدت جنيه عشان اقول كلمه في اي فيديو من اول فيديو حطيته ليا لغايه اخر فيديو احطه ليا بالشكل اللي انا بعمله دلوقتي، يا رب دخلني جهنم خالدا فيها. اذا انا خدت جنيه واحد من حد علشان اعمل حاجه انا عملتها او عشان اقول حاجه انا قلتها في فيديوهاتي كلها اللي انا بحطها على النت. ويا رب بحق اسمك الاعظم، يا رب بحق اسمك الاعظم، يا رب بحق اسمك الاعظم، اي بني ادم خد جنيه علشان يبات في ميدان التحرير من اول يوم 28 يناير او علشان ينزل يتظاهر من قبل يوم 28 يناير، من قبل يوم 25 يناير، اي حد خد جنيه علشان يتظاهر في تظاهرات 25 يناير وعلشان يبات في ميدان التحرير من اول يوم 28 يناير وعشان ينزل في اي مليونيه وعشان يكذب ويقول حاجه ما حصلتش سواء على مبارك او على النظام عشان يكذب. اي حد خد جنيه عشان يعمل كل الحاجات دي، يا رب بحق اسمك الاعظم دخله جهنم خالدا فيها. في واحد ممكن يقول لي انت بتدعي على الناس؟ لا، انا دعيت على نفسي لو انا دنيء ودعيت على الناس لو هي دنيئه. انا بحكم بيني وبين الناس في الدناءه من عدمها رب العالمين. حد يزعل من اللي انا بقوله؟ لا. حد المحترم ما يزعلش من اللي انا بقوله، مع انك تدعي على نفسك ده حرام، بس انا بوريكم منتهى التلقائيه في نيتي. انا بتكلم من منطلق تلقائي، انا بتكلم من منطلق انا عايز اقوله. ما حدش يقول لنا الثوره هي اللي خلتكم تتكلموا، لا مش الثوره. احنا بنتكلم علشان شفنا البلد بتتشقلب، احنا بنتكلم علشان شفنا الحقائق بتتغير، احنا بنتكلم عشان شفنا 30 سنه عشناهم في ايجابيات وفي سلبيات بعض الافراد بتحاول
ترمي تراب على الايجابيات وتقول ان ال 30 سنه كلها كانت سلبيات.